السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله هنتكلموا على الخشب السويد، عشان في ناس بتكلمني على الخشب السويد. الخشب السويد اللي هو زي ما انتم شايفين كده، اللي هو ما يعرفوش، اللي هو الخشب اللي بيتعمل بيه المولد بتاعت السراير والكلام دوت. طبعا ده في منه انواع ياما، ماشي. فافضل نوع فيه الفرلندي، واغلى نوع الفرلندي، ماشي، اللي هو اللي احنا شغالين بيه ده. يعني عشان يبقى الناس فاهمه، الخشب دوت فيه منه انواع كتير، لكن اعلى حاجه في السويد ده اللي هو الفرلندي، واقل حاجه فيه اللي هو الخشب البياض. الخشب البياض ده اللي هو لو اتكيت كده بصبعك ممكن صبعك مش هيغرز للدرجه، لكن هيعلم فيه، غير اللي هو الخشب الفرلندي حاجه تانية. لو دقيت مسمار في الخشب البياض دق كده ممكن بايدك تخلعه بايدك خالص، ماشي. فخشب البياض طبعا ما ينفعش في الكلام ده. اما بالنسبه للخشب الفرلندي ده اعلى حاجه. في خشب بقى تاني برضو، انواع تانية، تلاقيه خشب بيفروي، الخشب بيكسر اوام، بيقطم اوام، غير دوت حاجه محترمه. وبيبقى فيه مع الوقت تلاقيه اصفر بيزيت، يعني هو فيه ذات نفسه زي ماده الخشبه بتفرزها بيتزيت، دي بتخلي الخشبه تبقى عافيه. دي الخشب اللي هو ايه، الفرلندي. اما الخشب التاني بيبقى جافر، ما فيهوش الكلام ده، بيبقى مفرول، بيبقى عيوبه ياما يعني، ماشي. حتى في الملل اللي بيعملوها، الملل النظيفه، ماشي، هي بتتعمل من الفرلندي. اما في بقى الحاجات اللي هو الخشب السوقي، لو هتيجي تحط المله كده هتتكه بايدك هتسمع صوت طقطقه، ده مش خشب فنلندي طبعا، ده بيكسر اوام، ماشي، ده خشب سوري. فاللي قدامنا ده طبعا اللي يعرفه هو الصنايعي، العميل ما يعرفوش، ماشي. فده بيرجع ليه امانه الصنايعي اللي شغال، ماشي. ده الشكل بتاع الخشب الفنلندي زي ما انتم شايفين كده، ماشي. الخشب البياض ده بيبقى ابيض فعلا خالص، ما فيهوش ثمره، ماشي. دي حاجة. الحاجة التانية الخشب الفرلندي، طبعا ثمرته بتبقى باينة معروفة اهي، لكن في ثمرات تانية بتبقى شبهه، ماشي، اللي هو زي الروسي والحاجات دي، ماشي. في الخشب السويدي يعني. فدوت الخشب الفرلندي. طبعا ديت زي ما انتم شايفين كده ركنة. طبعا ديت الخشبة ديت لو احنا هنتكلموا في اللي هي عملية، طبعا عملية، وفي نفس الوقت خفيفة، ماشي. يعني لكن مش خفيفه للدرجه يعني، ماشي، لكن فيها سهوله الحركه في المكان اللي هيتعمل فيه. حتى العميل اللي هو عامل الكلام ده هو اللي طالب، لان فيها سهوله في الحركه والكلام ده، فهو كده فاهم في حته الخشب، ماشي. غير الزان، الزان بيبقى تقيل جدا، ماشي. بيبقى اما بيبقى فيه حركه ياما يخلي الخشب يفصص من بعضه، ماشي. يعني مثلا هنا ده كده، ده كده بنكيت صغير فرداني، ماشي. انا عامل هنا زوايا، عاملها زان احمر زي ما انتم شايفين كده، ماشي. ده زان احمر. طب انا عامل ليه بقى الزوايا الزان ليه؟ عشان خاطر يتقل معايا البنكيت. يعني انا كده شايل بنكيت تقيل، ماشي، لكن تقل الشوفيز اللي هو الفرداني ده، ده القطعه دي كده بنقولوا عليها شوفيز، ماشي. في ناس تقول كرسي صغير، هو اسمه شوفيز، ماشي. ده البنكيت بتقله، يعني ده بتقلي ده، ماشي. انا عامل زان هنا عشان خاطر ديت طبعا قطعه صغيره، فهتبقى في الحركه بتاعتها خفيفه، تروح كده وتروح كده. لا انا حطيت لها زان اللي هو الزوايا بتاعتها عشان تتقلها ما تتحركش بسهوله، غير اللي اصلا ان شاء الله دوت افرجكم عليه لما نيجي نشتغلوا فيه باذن الله. هيبقى فيه طقم تجميع، وهوري لكم ايه هو طقم التجميع. اللي هو طالما فيه قطع صغيره ديت ما ينفعش تتساب كده. تتساب كده امتى بقى؟ اما يكون الخشب ده زان، ماشي. دي حاجه. لكن الافضل يبقى فيه طقم تجميع. طقم التجميع اللي هو هيبقى مثلا ما بين قطعتين، هيبقى هنا هيركن هنا قطعه هنا وقطعه هنا، هنا يتحط دكر والدكر فوق هنا، وهنا النكايات، بحيث اللي يجي يركب يحط كده دخل في بعضه عاشق ومعشوق كده، خلاص كده دي القطعه دي كده بقت اكنها قطعه واحده. طبعا كله هيبقى نفس النظام، بحيث اللي يجي يقعد براحته، مفيش حاجه تروح كده مفيش حاجه تروح كده، لانها قطع صغيره. طبعا ما بنقولش قطع صغيره اللي هي مثلا هيبقى شكلها وحش، لا طبعا القطعه دي تقريبا او 70 سم. 70 سم يعني هيديني شلته محترمه، وشلته في الظهر شلته محترمه وشكلها شيك. طبعا انا لما جيت خدت مقاسات صممت الحاجه ديت
على اساس الشكل، بحيث اللي يبقى كل حاجه متناسقه. يعني هنا القطعه ديت المفروض كانت هنا يبقى فيه دراع، اللي هو في ناس بتقول عليه مخدع، الدراع بتاعه ماشي. فالعميل قال لي انا ممكن فيما بعد اعمل كماله ماشي. فكماله يبقى انا هخلي الكلام ده كله ظهر ماشي. فهعمل كل دوت ظهر، واما هيجي يعمل مثلا كماله عايز يزود هيزود ظهر، وبعد كده يبقى فيه ايه دراع. يبقى هو كده عمل حرف يو ماشي، اللي هي قطعه كده وقطعه كده ماشي. ده كده الظهر. ونفس النظام هنا هنا قال لي هنا انا عايزه ظهر عشان ممكن برضه يبقى يعمل كماله، والقطعه ديت تتنقل كده تتنقل كده براحتك. طبعا ديت مع التنجيد هتبقى اكبر شويه ماشي، لكن هي يا دوبك على قد المقاس. المفروض يكون اكبر كده من كده شويه، لكن المقاس هو اللي حاكم. طبعا هنا انا مكبر القطعه ديت عشان خاطر هيبقى فيه شلته ظهر. فلما شلته الظهر هتتحط هتترمي معايا لغايه هنا، فلما اجي اقيس هنا لهنا هيديني 70 سم. يبقى لازم القطعه دي تبقى 70، فانا عملتها 70. يبقى التقسيمه بتاعه الشلته من تحت 70 70 70 70 اللي هي الناظر. يعني انا شايفها كده قدام مني 70، لكن هي الشلته هتبقى اكبر بس متغطيه بشلته الظهر. انا بقى ماليش دعوه بالمتغطي، انا ليا الشكل بتاعي قدام عيني يبقى متناسقه. القعده هنا بالظبط اللي هيجي يقعد فرد واحد، هنا فرد واحد، هنا فرد واحد، هنا فرد واحد، يبقى كل حاجه متناسقه. القعده زي الظهر ماشي، يبقى الشكل بتاعنا كله واحد. طبعا ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديوهات ان شاء الله او بث مباشر بحته التصميم اللي هو الهندسي، اللي الواحد يطلع الحاجه مظبوطه، بحيث اللي هو بعد ما يخلص خشب ويخلص تنجيد تبقى كل حاجه مظبوطه سواء قاعده او ظهر. يعني ما ينفعش انا اصمم خشب وانا مش عارف او مش متخيل التنجيد ده هيبقى قد ايه. يعني مثلا ممكن واحد يصمم خشب وما يعرفش هل المنجد ده هيحط 5 سم ولا 6 سم ولا 7 سم. طب القاعده هيحط 15 هيحط 14. الحاجات ديت بتفرق، السنتيات دي السفنج بتاع الارضيه اللي هي الاساسيه من تحت هيحط قد ايه، 2 سم ولا بوصه ولا 3 ولا سنتي ولا ايه بالظبط. فكل تصميم لازم يكون عامل حسابه اللي فيه تنجيد فينش هيبقى شكله ايه. يعني مثلا القطعه دي كلها كده على بعضيها عند العميل مثلا هنقوله 3 متر و20 ماشي. 3 متر و20، هل انا هعمل الخشب كله على بعضه 3 متر و20؟ غلط. لو انا عملت 3 متر و20 هيبقى فيه فرق تخانات سفنج من هنا ومن الجناب. كل جنب لو انا هعمل 2 سم يبقى كده دي 2 سم، وهنا وديت كده من الجنب كده 2 و2 ادي كده 4، يبقى كل قطعه 4 سم. فهتفرق معايا ياما. يجي يروح عند العميل يحط في شحط ماشي، او خدنا مكان حاجه هو كان هيستخدمها زودنا. كل ده غلط. لازم اللي يعمل الخشب يكون مدرك ان في حاجات قدام لازم تكون مظبوطه على المقاس اللي طالبه العميل. عايز 3 متر يبقى 3 متر بعد التنجيد ماشي، مش قبل التنجيد يروح يعمل خشب والكلام ده ويشتغل. فلازم يكون فاهم، ولازم العميل يفهم اللي قدام منه انا عايز 3 متر بالتنجيد او 4 متر بالتنجيد، عشان ما يعملوش حاجه ديت وتطلع غلط. فان شاء الله في فيديو هبقى اكلمكم في حته المقاسات، عشان خاطر محدش يقع في حته الشكل بعد كده يبقى شكله مش متناسق، او ارتفاعات الظهر قد ايه، الدراع قد ايه، القعده قد ايه. كل موديل ليه شكل معين وليه مقاس معين عشان خاطر يبقى حاجه محترمه ويكون نفس الصوره اللي طالبها العميل ماشي. فده كان الفيديو النهارده ان شاء الله، ويا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.